وبس كده، وهضيفها على وش الفتة ونقدمها بالهنا والشفا. انا كمان حطيت اللحمه كده على وش الفته عشان يعني نعمل الشكل التقليدي لطبق الفته. اللحمه طبعا ممكن تحمروها لو بتحبوا تحمروها، انا يعني قدمتها كده مسلوقه زي ما هي، فاللي يعجبكم اعملوه. بجد يا جماعه طريقه الفته دي حلوه جدا، بس لازم نمشي على التكنيك المظبوط بتاع تحميص العيش، التكنيك بتاع الرز، بتاع الصلصه، طريقه سلق اللحمه كمان هتفرق معاكم قوي عشان ناخد منها شوربه كويسه. طبعا كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بخير ويكون عيد سعيد عليكم، وتعملوا الفته بالطريقه دي وتقولوا لي رايكم في التعليقات. انا بقرا التعليقات كلها وبهتم جدا برايكم، واشوفكم